ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد. الروتين النهارده هيبقى عند ماما. بقالي كتير قوي مصورتش هناك، فقلت مصور بقى كده روتين عند ماما. هطلب منكم لو اول مره تشوفوا قناتي وعجبتكم قناتي تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل، عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده، هي الشقه اصلا نظيفه ومتروقه، بس الروتين اللي هو ايه، اليوم العادي اللي هو نقوم كده ايه، ننفض الركنه او الانتريه، ننادل المخدات، نشفط الشقه بالمكنسه. الروتين اللي هو العادي خالص، اليوم العادي. ابتديت كده بالركنه، نفضتها حلو، وابتديت ان انا ارص المخدات. طبعا انا كنت عايزه افك الفرش بتاعها واغسله، لان زي ما انتم ما شايفين الفرش بتاعها لونه فاتح، فطبعا بيحتاج ان هو يتغسل كتير. بس قلت اخليها ايه في يوم تاني، ويبقى الروتين عميق بقى ايه، في الركنه كده كلها بالبلكونه، امسكهم وانضفهم تنظيفه حلوه. خلصت بقى كده الصاله ورحت داخله بقى على الاوضه، ظبطت السراير وغيرت كده الاكياس بتاعه المخدات، وفرشت الدفايه تاني على السرير. ماما بتحب الدفايه تتفرش يعني اللي هي ايه، تبقى مغطيه السرير كله، مش زي ما انا ما بعملها في السرير بتاعتي. يعني انا بعملها كده، وما بنيجي ننام بقوم عدلاها، عشان طبعا شكل الاوضه طول اليوم. انا بصوا لو قعدت اصلا في مكان مش متنظم او شكله مش متنظم، ببقى قاعده متعصبه ومتضايقه. لو يوم اصلا مكسله كده وما قمتش نضفت، ببقى قاعده متعصبه ومتنرفزه من المنظر اللي حواليا. فانا بحب ان الدفايه تبقى زي ما بعملها كده، زي ما بتشوفوني بعملها على السراير عندي. بس ماما طبعا بتحب نفرشها ايه، على طول كده على السرير. وتحب برضو ان احنا نطبق البطاطين ونحطها ايه، على السرير. فكل واحد بقى وزي ما بيحب. انا بحب ان انا اعين البطاطين. طبعا انتوا بتشوفوش البطاطين بتاعتي خالص. اول ما بنصحى من النوم بقوم مطبقاهم وعيناهم في الدولاب، مخصصه لهم كده ظرفه. فطبعا كده شكل وكده شكل برضو. انا بحب شكل السرير وهو فاضي. بس برضو السرير لما البطانية بتطبق عليه كده بيبقى شكله بقى كده ايه، اللي هو واخد الجو الشتوي. المهم بقى خلصت كده، ده اول سرير. فقلت بقى ارتب التسريحه كده الندى واظبطها لها، وندخل على السرير التاني. ابتديت الم لها بقى الدبابيس والحلقان والحاجات بتاعتها. طبعا التسريحه عايزه مفرش، فماما قالت لي بقى اشتري لنا ايه مفارش زي اللي انت بتجيبيها ديت. فقلت لها اما ننزل الوكاله مع بعض. طقم السرير دوت برضو ماما مفصلاه، كنا جايبينه مع بعض من الوكاله. بصوا انا وماما بصوا، ما وراناش حاجه غير اننا نروح ونيجي كده من الوكاله، رايحين جايين عليها. المهم بقى كده شلت كل حاجة، وابتديت ان انا امسح التسريحة. طبعا مفيش اي ملمع بقى بتاع خشب ولا اي حاجة. فيعني بليت الفوطة حاجة بسيطة جدا، الواجهة اللي انا بمسح بيها. وابتديت المع كده لحد ما اجيب لهم ملمع بتاع اخشاب يكون حلو. وخدت برضو ظهر السرير كده، لمعته معايا دوت. السرير التاني هنرتبه دلوقتي مع بعض. بصوا ماما بقى كانت بره في الشغل، وقمت اتفقت احنا ونظر ان هي تيجي تلاقي الشقه رايقه بقى كده ومنظمه، عماله تقول انا عندي بنات ولا بتروقوا ولا بتعملوا اي حاجه. قلنا لها لا يا ماما، احنا هنظبط لك الشقه وهنعمل الاكل وهنعمل كل حاجه النهارده. فندى دخلت مسكت المواعين، قالت هي هتعمل المواعين وانا هعمل الاكل وهروق. انتوا عارفين اصلا انا ما بحبش غسيل المواعين. المهم بقى ظبطت لها كده التسريحه بتاعتها، ورجعت رصت لها الحاجات بتاعتها زي ما كانت اهيت. وتعالوا بقى نعدل السرير التاني مع بعض. ندى بصوا، بتحب هي برضو مش بغسيل المواعين، بس بتستسهل غسيل المواعين عن عمايل الاكل. انا عندي بصوا قعدوني في المطبخ سنه اعمل اكل واعمل حلويات واعمل كل حاجه، بس ما حدش يقول لي اغسل مواعين. تمام، ما بحبش غسيل المواعين، مع انه اسهل من انك تفضلي. يعني شوفوا المواعين زي ما بقول لكم، ما بتتغسلش في ربع ساعه تلت ساعه بالكتير، على حسب بقى الكميه. لكن طبعا انك تقفي تعملي اكله او تعملي حلويات او تعملي حاجه حلوه، اقل حاجه بتخبطيلك في المطبخ وقت، يعني تفضلي واقفه كده شويه حلوين. بعد بقى ما خلصت الاوضه ونظمتها، دخلت على المطبخ. طبعا عملت الغدا، معرفتش اصوره لاني ما عنديش ستاند عند ماما، بس هجيبه. هتلاقوا بصوا روتينات تحفه بقى. انا وعدكم ان السنه دي هيبقى فيه سلسله فيديوهات اصلا تحفه. خلصت الغدا، وماما طبعا كانت قايله لي ان انا اعمل لهم حاجه حلوه. فانا استسهلت برضو بما اني عملت الغدا النهارده، وقلت ان انا اعمل لهم بقى ايه، سلطه فواكه كده، بس ايه ندلعها شويه. تعالوا نشوفوا هندلعها ازاي وهنعملها ازاي. اصلا ماما كانت عايزاني اعمل لهم ديسباسيتو او دونتس او مدلعه. وطبعا الثلاث وصفات اسهل حاجه تعتبر الدونتس. المدلعه والديسباسيتو وصفات طبعا عايزه ان انا اقف شويه في المطبخ. وانا اليوم دوت كنت انا اللي عامله الغدا، وزي ما شفتوا روقت بقى وبذلت مجهود. فقلت لا، انا هعمل لهم ايه سلطه الفواكه، وفي يوم تاني تبقى ماما قاعده تعمل هي الغدا، وانا اعمل لهم برضو ايه حاجه حلوه تانية.
فتعالوا نشوفوا كده عملنا سلطة الفواكه ازاي مع بعض. اول حاجة بقى ايه، قلبت كده في التلاجة وطلعت كل المستخبي، جبت انواع الفاكهة اللي موجودة، طلعت منجاية من الفريزر وسبتها شوية تفك، وجبت برضو تفاح وبرتقان وموز وكيوي وفراولة. بس كده معيش انواع تاني. طبعا سلطة الفواكه ملهاش قاعدة، اي فاكهة موجودة عندك تقدري ان انتي تحطيها، اي نوع فاكهة بقى بتحبيه. قطعت اول حاجة المانجا، بعدها الموز، بعدين التفاح، بعدين الكيوي، وهحط الفراولة على الوش. طبعا انت ممكن تقطعيهم كلهم مع بعض وتحطي سكر وتسيبي بقى كده الفواكه ايه تتفاعل مع بعضها. بس انا عشان بقية المانجا يعني انا خدت شوية صغيرين من المانجا، وبقية المانجا هضربها في الخلاط وهحط عصير المانجا على السلطة بتاعت الفواكه. ممكن تعصري برضو برتقان لو المانجا مش موجودة. مش عايزه تعصري برتقان ومش عايزه تحطي مانجا، زي ما قلتلك كده معلقتين سكر وقلبي الفاكهه مع بعض وحطي كوبايه ميه، هتلاقي هي عملت كده صوص. طعمه بيبقى تحفه جدا، بيلقط بقى من طعم الفواكه كلها وبيبقى طعمه جميل قوي. المهم بقى ظبطت كده الكيوي عشان يدينا الشكل الحلو اللي شفناه، وهبتدي بقى اقطع الفراولة كده واحطها على الوش. وبعدت جبت بقى علبة ايس كريم. قال انا ما جبتش علبة الايس كريم الكبيرة، قلت عشان ايه العيال لو شافوها هيشبطوا فيها وهيفضلوا وراها لحد ما يخلصوها، وطبعا الجو ساقع وكده عشان نزورهم وعشان ما يعيوش. فبعدت جبت علبة صغيرة، تخيلوا جبتها بكام؟ ب15 جنيه. يعني الاسعار بصوا بقت يعني راحت في داهية خالص. ربنا والله يعيننا كلنا على الاسعار دي. شايفين العلبة الصغنطوطة فيها معلقتين تقريبا ب15 جنيه. حطيت بقى على وشها كده الايس كريم وبياخدها، بصوا بياخد سلطة الفواكه في حتة تانية. بترش برضو نوتيلا، طعمها بيبقى خطير، كأنكم كده جايبين فخفخينة من برا، طالبين حاجة من برا من اللي بتاكلوها في المحلات. بجد طعمها حلو جدا وحاجة بيتي بقى وانضف. وطول ما الفاكهة ما هي قدامنا كده ممكن تاكلوا كمية قليلة، لكن دي لو عملت حلة كبيرة كده وفضلت تغرفي كل شوية في كوبايات او في اطباق صغيرة، هتلاقي الاولاد بياكلوا معاكي، هتلاقي انتي بتاكلي الكل بياكل، طعمها بيبقى حلو. ده شكلها اهوت بعد ما خلصت، طعمها كان خطير. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم وانتظروني في فيديو تاني جديد.